يا رب يكون قراب يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، قراد كبير. الله اكبر قراب. الله اكبر، اللهم صل على النبي. الله يحفظ الشيخ يا ابني الكلمه دي الثانيه بنت امك. ده جايبه بالعربي. ده كلها دبابيس. طريقه من طرق تنظيف القراد طبعا الطريقه البلدي اللي اعتمدنا عليها يعني. تمسك تعدي السن وبعد كده تعمل كده، سيب ما تخافش من الدم يعني. اهم حاجه تعدي بس الايه العمود الفقري بتاعك. طبعا هو القراد الكبير اصعب كتير قوي من القراد الصغير طبعا، لان انت عندك الحته دي كلها سنون. كل الحتت دي اصلا معوراني في ايدي زي ما بقول. بس كلها سنون طبعا ولا سموم؟ سنون. زماني كنت رحت في حته تانية يا عم ايهاب. فين السم بتاعها؟ ايوه والسبب ده كله السم متواجد في الجلد كله، في العينين. طبعا الراس هي مش مسماه، بس طبعا الافضل ان انت ترميها. طبعا احشائه بالكامل هترمي، بس اوعى تقرب من المراره. طبعا الصياد الخبره هو اللي بيعرف يوصل لايه الحته المعينه ويقف، مش هيكمل. اسمع التكه خلاص كده. امسك من هنا. بتبان المرارة لو سليمة أو مش سليمة؟ هي بتبان، بس انت كده كده طبيعه الحال. في حاجة زرقاء هنا. هي دي؟ ايوه قرب لي عليها كده، البتاع الزرقاء دي. ايوه طبعا. وهو هو حيوان عنده كيس بول. وما تقلقوش يعني ناخد بوج بول. بول. بس عشان بلاقي صعوبة دوت عشان امسكه من الحته اللي فيها الزفته دي. ايه دي؟ غريب. ما تلاقيش الحته دي. احنا بس شكل. وأحسن طريقة لعمايله إيه؟ لطبخه إيه؟ اول حاجه طبعا يوضع في ميه وملح وخل وليمون طبعا، عشان لو في لا قدر الله اي شيء يبقى يطلع. وتغسل طبعا قبلها كويس. وبعد كده حته الفص اللحم دي كل الناس بتغلط وبتقليها كامله. بتعمل ايه؟ بتقليها كامله، ده غلط. عشان تستطعم القراد اللي هي اللحمه المتنضفه، حته الفص اللي احنا شفناها. فعشان كده بتقطعه طرنشات وتسيبه في التتبيله. كل ما هيقعد في التتبيله كل ما تحط له فيفورت معين كده هتلاقي الطعم احسن، وهتعمل زي الفراخ البانيه بالظبط. وطبعا المعين ده بقى ايه يا حبيبي؟ التتبيله يعني مثلا اللي هو طبعا اول حاجه انت بتحطه في خل وليمون وملح، ماشي. في مثلا التوابل اللي هي بتاعه الفيجيتار، توابل الفيجيتار مش الفيجيتار نفسه كمان. في توابل زي توابل البطاطس. يعني انا اقول للعطار اديني توابل فيجيتار. توابل فيجيتار او التوابل بتاعه البطاطس. التوابل اللي تحط بعد ما تخلص البطاطس تقليها بتحط عليها عشان تخلي طعمها كويس. دي برضو حطها مع الفيجيتار او الدقيق، حتى لو مش عايز تعمل الفيجيتار حطها مع الدقيق هتعمل له طعمه كويس قوي. وكل ما يقعد في التتبيله كل ما يكون طعمه احسن. تمام. وبعد ما ناكله نموت امتى؟ بص، هو القراد هيتحط على الترابيزه من هنا وانت هتجيله من الناحيه الثانيه ونموت في النص. امال في ناس يعني هو في قراد مسمم وقراد يعني في قراد ما يتاكلش وقراد يتاكل؟ طبعا. انا مطلع دلوقتي وانتوا شفتوا بنفسكم، بس طبعا للاسف ما صورناش، احنا نضفناه خلاص. انتوا شفتوا بنفسكم؟ انت عايش في الدور ان احنا بنوري الجماهير؟ طيب انت شفت بنفسك مش قصد الناس يعني. طيب يعني بيفرق ايه بقى يعني ده؟ بيفرق ايه عن دوت؟ اولا هو مش مسمم طبعا، بس ابو ياسر طبعا نصحنا هنا ان احنا ما ينفعش برضه ما ننضفوش. ادي القراد ده كل ما يكون رصاصي وفاتح ده يكون احسن. ده مخضر شويه، ده مخضر شويه، وهتلاقي في ديله هتلاقي فيه صفار يعني. بص انت لو بحثت في ديله هتلاقي فيه صفار، صح كده؟ ده برضو امن شويه عن التاني. لكن اللي هو الوحش جدا بيتواجد في الشعب الناريه، ده ارض جزر بياكل سمك كلها ايه خير. اللي موجود بقى اللي هو ما بيتنضفش او بيتاكل كده على طول، اللي هو موجود في اسماعيليه اللي هو في كاس فريد دوت بيتباع الكيلو هناك ب 100 جنيه. فانا مره صادفت ان انا رحت هناك وسالت الست والله يا حاجه ده احنا بنرميه ازاي ب 100 جنيه يعني. انا افتكرت هتقول لي ب 20 جنيه ب 30 جنيه. ده بس اللي يعرفه قال لي يا ابني دوت مش اللي انتوا بتصطادوه، ده اصفر في اخضر. دوت واكل ارض طينه يعني ما فيهوش اي نسبه للسن، فده احنا بناكله هنا عادي. اللي بيسموه حمام هناك؟ بيسموه حمام. طب واللي هو التاني بقى اللي هو اللي ما يتاكلش خالص ده لونه ايه؟ اللي هو لونه هتلاقيه زي كده ده بالظبط بس ازرق، مدي على ازرق يعني. بيمدي على زرقان. لكن دوت هتلاقي في ديله صفار، هتلاقي هو نفسه فاتح رصاصي فاتح. مدي على اخضر كده. دي اكيد بطنه لازم يتطهر من اي شيء لا يوجد الا ايه خاص ده. طبعا هو لسه بالظبط بتاعه فعشان كده بيسخن كتير.
يستحسن هو يتغسل بميه البحر صح؟ طبعا المفروض ان هو يتحط ويتنضف طازه عشان ما ويتنضف طازه. هي مش هتفرق قوي، بس هو الطازه مشكلته حاجه واحده، ان اعضاء كلها سخنه، الاعضاء كلها سخنه. فانت لما تيجي تجرح لا قدر الله اي عضو منهم، لا قدر الله يلمس لحمه مش عارف ايه، برده ما بيكونش زي المتلج. المتلج بتقطع بحس ان انا بشيل حاجه، ما بجدش في يعني المعاناه اللي انا بشد فيها الجلد بتاعه على طول بيطلع. جزاك الله خيرا.